السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا كويسين. اخباركم ايه؟ على سبيل السعادة والتفاؤل، رمضان اهو خلاص على ابواب، ويا رب يكون شهر الخير والبركة علينا وعلى اخواتنا وينصرهم، اللهم امين يا رب العالمين. يا ريت يا جماعة بعد إذن حضراتكم، يعني تعليق حلو كده، لايك جميل كده شبهكم، عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد. المشاهدات بتكون أعلى من اللايكات. لو في حاجة في القناة مش عاجباكم اكتبوا لي تعليق، وإن شاء الله أحاول على قد ما ربنا يقدرني إن أنا أحسنه. عملنا صينية كنافة من غير أي افتكاسات، ما فيهاش أي حاجة. هي صينية كنافة عادية جدا جدا جدا. سامعين؟ هي لسه دافية، المفروض يعني ما تقطعهاش كده، بس الصراحة يعني ما الريحة مخليانا مش عارفين نستحمل. بصوا، بصوا، خطيرة. بصوا عاملة ازاي، مقرمشة من بره، طرية من جوه. حلوة قوي قوي قوي. خدتش معانا وقت، ما خدتش معانا مجهود. هي كنافة نص كيلو، كوباية سمنة، كوبايتين سكر، وعملنا العظمة دي كلها. عشان نتكلم كتير هنخرج على الفيديو على طول. وإن عجبنا الفيديو حلوين هنعمل ايه؟ لايك وشير وسبسكرايب. باي. نسمي كده حبايبي، نقول بسم الله وعلى بركة الله. معايا نص كيلو كنافة، حطاها في الفريزر خلاص. فهتطلع معانا وما هنيجي نفرفتها، بصوا هتلاقيها بتتفرفت معاكي بالطريقه دي. بصوا، تعمليها بقى بالكبه، تعمليها بايدك، مفيش اي مشكله. انا الصراحه بعملها بايدي عادي جدا. خلاص، دي اول حاجه. ومعايا كوبايه سمنه بلدي او زبده، طبعا كل واحد على قد امكانياته. بس طبعا احنا كستات بيوت شاطرين بنعمل ايه؟ بنجمع وش اللبن وبنعمل بيه السمنه البلدي، اللي هو القشطه دي بنعمل بيها السمنه البلدي. ما عنتناش خلاص، بس خلينا متفقين الحلويات الشرقيه حلاوتها في كده. لكن كل واحد على قد امكانياته، سمي بالله كده وهتطلع عندك احلى حاجه تتخيليها. عشان ما اطولش عليكم هفرفت الكنافه وارجع لكم. بصوا يا حبايبي، اتفرفتت معايا، بقت عامله كده حلوه جدا جدا. ممكن تقطعها بالسكينه، ممكن بالكبه، مفيش اي مشكله عندي خالص. يعني بالطريقه اللي تعجبك، مش عايزه تفرميها براحتك، بس بتبقى حلوه. هعمل ايه؟ هحط كوبايه السمنه وهشربها كويس جدا. انا عايزه تبقى كل حته متشربه معايا من السمنه ديت، عايزاها تبقى متشربه كويس جدا جدا. بصوا يا حبايبي، قبل ما اكمل معاكم الوصفه، بصوا عايزاكم كده تحوشوا لي قشر البرتقال وقشر الاستفندي وتجففوه وتطحنوه كده. بصوا هنعمل بيه الفتره اللي جايه ان شاء الله، ده بيبقى تحويشه الشتاء كلها، يقعد معايا من السنه للسنه ما شاء الله تبارك الله. هنعمل بيه وصفات لرمضان وللصابون حكايه. ده بره الموضوع، بس حبيت ايه اذكركم معايا بقى الصينيه اللي هعمل فيها. واهم حاجه بقى حطي حته سمنه تحت حلوه كده، يعني ما تبخليش. ليه؟ عشان من تحت ما تتحرقش وتتحمر معانا. بصوا انا الاول بس كده بقعد افرد، عشان ما يبقاش جنب وجنب، يعني ما تبقاش حته وحته، ان الشغل كله في صينيه الكنافه في الضغطه بتاعتها والفرده بتاعتها، هي اللي هتدينا الصينيه الحلوه اللي بنشتريها من بره. طبعا احنا خلينا متفقين، احنا عاملين صينيه كنافه بتاعت مامتي ومامتك، اللي ما فيهاش اي افتكاسات نهائي. لسببين: عشان اولا الدنيا فعلا غاليه جدا وكل حاجه بقت غاليه. ثانيا والله حكايات اكل زمان اللي ما كانش فيه افتكاسات وما كانش فيه شغل كتير، كان بيبقى حلو جدا جدا جدا. باب الصينيه اهي، حته الورقه ديت اختياري، مفيش اي مشكله منها. وهجيب صينيه قد الصينيه بتاعتي او اصغر شويه، وابتدي اضغط. عايزه ضغطه حلوه، مش هتقدري شوفي حد بقى في البيت كده وخليه يضغطها لك كويس جدا. بصوا طبعا ممكن تحطي كيس مش ورقه. بصوا الصينيه بتاعتي نضيفه ما توسختش. بصوا بقى بقت مضغوطه كويس جدا جدا.
هنعمل بس اظبطيلي الحروف بتاعتك. طبعا حجم الصينيه ده هيتحكم في سمكها، يعني انت عايزاها سمكها تخين ولا عايزه سمكها رفيع، دي هترجع لك انت. انا بس بظبط الحروف عشان مش عايزه الحرف بتاعي يكون حرف عالي او حرف واطي. ده بالنسبه للكنافه. خلاص كده انا تعتبر خلصت. هدخلها الفرن. هدخلها الفرن ازاي؟ هدخلها على درجه حراره من 175 ل 180 رف اوسط. هشغل من تحت بس، طبعا كل واحد حسب الفرن بتاعه. الفرن بتاعك حامي او بارد. هدخلها هتقعد حوالي نص ساعة. خلاص ممكن تقعد اقل من نص ساعة حسب الفرن بتاعك. انت على طول تتابعيها. مجرد ما تلاقيها الجناب بتاعتها احمرت وفصلت كده وصغرت عن الصينية شوية، اعرفي ان هي من تحت خلاص بقت ما شاء الله، بقت حلوة جدا. طب ما خدتش معايا وش، لو عندك مروحة شغليها، ما عندكيش خلاص. طب هي احمرت وفصلت من الجناب وما خدتش وش، دقيقتين 3 على الهادي اشغل عليها الشوايه. خدت وش يبقى خلاص مفيش اي مشكله. هدخلها الفرن وارجع لكم. طبعا فرن يكون محقق درجه الحراره، يعني انت قبل ما تشتري تكوني مسخناه. حبايبي الكنافه بتاعتي طلعت، هي فصلت خالص كلها من الجناب واتحمرت ما شاء الله. الكاميرا والله ظالمه اللون بتاعها، هي سخنه وشربات الكنافه بتاعي ساقع. الشربات عباره عن ايه؟ ما عملتوش معاكم عشان احنا عملناه مع بعض كتير ولسه ان شاء الله هنعمله اكتر. شربات الكنافه بيكون تقيل. بيبقى مع كوبايتين سكر على كوبايه ميه. بعد ما يغلي نحط عصرة ليمونة، ويا ريت لو تحطي معلقة عسل جلوكوز أو عسل أبيض، هيديكي نتيجة حلوة جدا. طبعا كمية السكر اللي انت تحطيها، يعني أنا هحط كوباية، مش هحط الصراحة أزيد من كده، بالنسبة لي حلوة قوي كده. أنا بالنسبة لي السكر بتاعها حلو. طبعا انت تحليه بالطريقة اللي تعجبك، يعني تزودي أكتر من كده أو لأ. هسيبها شوية. بصوا هتبتدي تطرى معاكي ما شاء الله، حلوة حلوة حلوة. كنافة سهلة، كنافة بسيطة، ما خدتش مننا وقت. العسل، انا بعد ما بطفي عليه النار بحب احط عليه معلقة سمنة. بينقلوا طعم وريحة في حتة تانية خالص. صدقيني هتلاقي ريحتها جايبة معاكي اخر الشارع. عملنا كنافة بسيطة جدا جدا، ما فيهاش اي تكلفة، ما عملناش فيها اي حاجة. شوية سكر، انا عارفة ان السكر غالي بس اكيد هنعيش. نص كيلو كنافة، كوبايتين سكر، كوباية سمنة، وعملنا احلى كنافة ممكن تاكليها في حياتك. انت بقى ممكن بعد كده تحطي بقى ايه، نوتيلا، تحطي كريم شانتيه، تحطي فاكهة، تحطي اللي انت عايزاه. ده البيز بتاعنا، ده الاساس بتاعنا. وبعد كده انت حطي بقى افكارك اللي اكيد هتكون احلى من كده. يا رب وصفة النهاردة تكون سهلة وخفيفة على قلبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.